طبعا بقى شايفين طبق الكشري العسل ده. بصوا عملناه بطريقة تحفة تحفة. عملنا مع الدقة والبصل والسلطة بتاعته والشطة بطريقة جامدة جدا وهتعجبك. وبصي بأبسط الطرق هتعمليه وتخلصيه على طول، مش هياخد منك ساعة ونص. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما عرفنيش انا نونا وقناتي اسمها حياة نونا. اول حاجه بقى ايه هنعمل بقى الكشري. طبق يعني هنعمل حله كده معتبره كشري. اول حاجه عملتها نقعت العدس زي ما انتوا شايفين كده. نقعته قبل ما اعمل الكشري مثلا بساعه، تمام، عشان ينزل كل ايه الغازات اللي مش كويسه فيه ويتغسل ويتنقع كده وما ياخدش تسويه كتير. بعد كده جبت البصل بقى. البصل على حسب ما انت عايزه الكميه، عايزه كميه بسيطه على حسب برضو الكميه اللي انت هتعمليها في الكشري. انا هعمل كميه ايه حلوه كده. جبت البصل طبعا قطعته وبخففه قوي اللي هو طرنشات كده زي ما انتوا شايفين. اي بس تقطعيه خفيف. هنقطع بقى ده كله واوريكم هو ايه هنعمل ايه تاني. زي ما انتوا شايفين كده قطعته ايه زي جوانح كده، بس ايه رفيعه، يعني حاولي ترفعيها. ممكن تجيبي قطعه الشيبسي وتعملي بيه برضو هيعمل. فاهمين؟ عندكم حاجة تانية تقطع خفيف كده اعملوها. بصوا بقى عشان البصل يبقى حلو معاكم كده ويقرمش هنحط ايه شوية ايه خل عليه كله ونقلبه كده مع بعض. بصوا شايفين؟ قلبيه كله وفركيه كله من بعضه عشان ايه اما تيجي تقليه ما يبقاش ايه لازق في بعضه. زي ما انا قلبته كده. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني. بعد كده بقى ايه هعلق على الحمص. اديني حطيت الحمص. هحط بقى ايه طبعا منقوع من امبارح ايه، وانا كنت عاملاه في فيديو لوحده برضو. اللي عايز يتفرج على الفيديو بتاع الحمص انا عاملاه في القناه. حطيت كده بصلايه كنت ناقعه من امبارح لحد الصبح. حطيت كده بقى البصلايه وطبعا غيرت الميه وحطيت ايه بتاع 3 فصوص توم كده. وطبعا الصلصه عندك صلصه فريش حطي، ما عندكيش انا دي مفرزاها هحط. هو بيحب شويه صلصه حلوين كده اللي جنب الكشري بيحب شويه الصلصه بيبقوا حلوين كده في الايه في الحمص. وزي ما انتوا شايفين كده هحط كمون برضو اهو. كل ما تدي الحاجة حقها كل ما تطلع معاكي زي العسل وبكل بساطة. وبصي وهتطلع منك جامدة جدا. وحطينا الملح بتاعنا. هعلق عليه بقى لان ده اكتر حاجة بياخد ايه تسوية. هعلق عليه ويستوي ايه براحته. زي ما انتوا شايفين اهو ده كده ايه هو. بصوا انا بوريكوا ايه هو على النار خلاص. وايه وهسيبه براحته بقى يستوي ومش هاجي جنبه. بعد بقى ما الحمص استوى هاخد بقى ايه شوية مية كده الشوربة بتاعته. هاخد منها هي طبعا عليها كل حاجة بس انا هزود ايه حاجات تاني. خلاص. يعني دي طريقة سهلة كده بدل ما تقعدي تعملي الدقة من اول وجديد. لا هاتي ايه شوية كده من مية الحمص او الشوربة بتاعته وزوديها بقى ايه توم. عايزة تكتري التوم زيادة كتري. وهتحطي كمون زي ما انتوا شايفين كده. اللي بيحب التوم في الحاجة كتير يحط، يعني انت لو بتحب التوم في الدقة كتير حطي مش مشكلة. وهحط برضو ايه ليمون كده. اتوصي بقى بالليمون كده عشان هو اللي بيديله المزازة و... والطعامة بتاعت الدقة بتاعت الكشري. بجد بجد طريقة سهلة جدا للكشري. اوعي يفوتك الفيديو ده بجد. لو انت ما بتعرفيش تعمليه في وقت قصير بجد هتبصي هتعمليه على طول ومش هتبطلي الطريقة دي مني ان شاء الله كده. وتدعيلي باذن الله وتعجبك الطريقه. زي ما انتوا شايفين كده حطيت كل حاجه وحطيت الليمون. ابدا بقى اقلبه كده اهو زي ما انتوا شايفين. واحط كمان ناقص الخل. اوعي تنسي الخل لان ده برضو بيدي المزازه كده بتاعت الدقه زي ما بنجيبها بره بيبقى مكترين فيها الثوم والخل والليمون اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده عملنا الحمص والدقة. تعالوا بقى ايه نجيب بقى الحلة الأساسية. ايه حضريها كده اللي احنا هنعمل فيها الكشري. هنعمل فيها كل حاجة، مش هنعمل ايه مواعين كتير ولا اي حاجة. انا بقى جبت الحلة حطيت شوية زيت صغيرين وبرضو على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا خلي بالكم في الفيديو ده هعمل كمية كبيرة من الكشري. اهو حطيت كيس تاني. كان يعني ايه الكيس الاولاني فيه ربع كده وحطيت كيس تاني شعرية. خلاص.
هبدا بقى ايه احمرها كده اهو في شويه زيت صغيرين، مش هكتر الزيت، هتعرفوا ليه، لان انا برضو لسه هحط زيت تاني، فمش عايزه كميه الزيوت تبقى ايه كتيره قوي. او زي ما انتوا شايفين كده اهو، نخليها كده لونها ذهبي مش محروقه. اهو زي ما انتوا شايفين حمرت كده الشعريه. هبدا بقى ايه جبت الاسباتيولا دي وايه وهنزل بيها كل حاجه بقى في الحله. اهو بصوا، واحلى حاجه تعملي فيها المحاشي والكشري والرز والحاجات دي كلها بجد بجد الالمونيا. الالمونيا بتدي بصي تخلي الحاجه تستوي على طول كده وتبقى جميله. او زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا كده ايه خلاص فضيت الشعريه في طبق، والحله بص زي الفل هعمل فيها كل حاجه. اهو حطيت بقى زيت كده على النار زي ما انتوا شايفين، حطيت تاني. هبدا بقى ايه اعمل ايه اول خطوه، البصل. هقلي كده البصل، وعيشي معايا كده الفيديو وشوفي هنعمل الكشري ازاي. طريقة سهلة، طريقة زمان على اصوله بقى الكشري، مش اللي هو تحطي كله على بعضه كده ويقولك حلة واحدة. حلة واحدة ايه، حتى ما بقاش ليه طعم كده ولا والمكرونة منشية لا لا خالص، ما عجبتنيش الطريقة دي. احلى طريقة ممكن تعمليها للكشري الطريقة دي، او باختلاف بقى ايه الحاجات اللي انتي بتستخدميها ايه الاول، او اللي انتي بتحطيها ايه الاول. او زي ما انتوا شايفين كده هو البصل ايه خد ايه اللون الذهبي شوية، طبعا لسه. اهو كده بقى ايه بصوا، اهو كده اتقلى كله البصل. هبدأ بقى ايه اخد شوية البتاعة دي تحفة، لموا بيها لو انتوا هتعملوا الطريقة نفس الطريقة دي. هاخد شوية بقى بصل كتار كده عشان دول ايه التزيين بتاع الكشري. اهو بصوا، طبعا في ناس ما بتحبش البصل، بس البصل ده هو اللي بيحلي الكشري عامة يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا بكتر بقى لان ايه احنا بنحب البصل بنحطه كده من فوق كده، بيبقى مقرمش وجميل. وخلي بالك انت لو لقيتيه طري هو كده كده بيبقى طري اول ما بتطلعيه، بعد كده بتلاقيه مفيش ربع ساعة وتلاقيه خلاص قرمش معاكي. فرطيه انت كده بس على المنديل وهو ايه هيفرط معاكي كده ويبقى ناشف وجميل. بصوا بقى خليت شوية بصل صغننين في الحلة، هتعرفوا ليه دلوقتي. اول حاجة خلاص بقى انا بعد ما نقعت العدس شوية افضيه بقى خلاص واغسله جامد جدا، اغسليه جامد جدا وصفيه، وحطي بقى الكشري مع شوية البصل دول. هياخد بقى ايه تسوية 3/4 قلة، يعني اللي هو ايه نص تسوية كده. النص التاني هنخليه يستوي مع الحاجة كلها. او بصوا قلبت بقى كله كده، وحطيت ظبطت طبعا المية، واحط شوية كمون كمان خلاص، وشوية الملح. اهو اسيبهم بقى ايه يستوي مع نفسه، هياخد نص تسوية كده عشان لسه هياخد ايه تسوية مع الرز والحاجات كلها. اهو وهقفل بقى الحلة ايه براحتها بقى، خلاص عيشي بقى يا حلة. يلا بقى لو ايه اتفرجتي لحد هنا حطي لايك للفيديو، ولو انت مش مشتركة اشتركي في القناة فضلا وليس امرا، وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى ايه خلصنا البصل وحطينا بقى ايه المكرونه ايه تتسلق. بحب برضو اكتر المكرونه، بحط مكرونه سباكيتي والمكرونه الصغنونه خالص كده ايه عشان تبقى كتيره كده. اهو ده بقى ايه العدس بعد ما خد نص تسويه. هبدا بقى احط كميه الرز اللي انا عايزاها. عايزه تقللي الرز خالص، في ناس ما بتحبش الرز كتير في الكشري، فانت كل التقسيمات دي براحتك. عايزه تكتري رز، عايزه تقللي الرز بس. واحط برضو الشعريه اللي فاكرين اللي احنا عملناها كده في الاول حمرناها، هحطها برضو على الرز وعلى العدس وابدا ايه اقلب كل ده مع بعضه. اهو بصوا تعبنا يا ولاد. ما تعبناش ولا عملنا حاجه. حسيته بمواعين، حسيته ان انا خدت مواعين كتير، لا طبعا كله عملناه في نفس الحل. اهو وفي نفس الوقت ايه ما حطيناش بقى المكرونه على كل حاجه تحس ان الدنيا منشيه على بعض. اهو هقلبه بقى تقليبه جامده كده اهو. شايفين بقى انا بحب العدس كتير كده، بحبه كتير كده في الكشري بيبقى جميل. بصوا اهو هزود بقى ايه شويه الميه اللي انا عايزاها، ما نخليهاش عايمه قوي عشان ما يبقاش ايه مهري كده ومعجن خلاص. وبرده ظبطي الملح زي ما انت عايزه اهو
كده بقى العدس خد نص تسوية، والنص التاني مع الرز بقى والشعرية والحاجات دي كلها. بس كده اهو. بصي يا دوبك المية يا دوبك يعني. احط بقى الملح كده، طبعا انتي هتدوقيه وتظبطي كل حاجة وتشوفي ايه مظبوط ولا لا في الملح والكلام ده كله. بس بصوا بقى المية يا دوبك على قد، هنا بقول لكم المية يا دوبك على قد. هبدأ بقى اغطيه واعلي عليه لحد ما يتشرب المية دي ايه كلها، وابدأ ايه اوطي عليه تاني. وهنا بقى المكرونة برضو استوت، وحطيتها في حلة كده وحطيتها على النار، وحطيت شوية الزيت، وهبدأ ايه اقلبها كلها كده، عشان لو احنا في صيف عشان ما تحمطش منك ويبقى طعمها مش حلو. لازم تتقلب كده بالزيت عشان برضو ايه ما تلزقش في بعضها والكلام ده. طبعا احنا ايه نزلنا النشا من عليها في مصفى، وحطيتها تاني ايه في حلة على النار. زي ما انتوا شايفين كده بقلبها كويس بقى كده عشان الزيت ايه يروح في كل حتة كده وما بقاش حاجة ملزقة. كده تمام، كده تمام. هاخدها بس ايه تسخينة كده وخلاص على كده. هنا بقى ايه الكشري اهو بعد ما اتشرب. هبدأ بقى ايه اقلبه كده شوية. لازم تقلبيه كده من فوق لتحت كده عشان ايه ما يبقاش ملزوق ولا يعني محروق من تحت ولا الكلام ده. اهو زي ما انتوا شايفين. هغطي برضو عليه وابدأ بقى ايه اوطي النار شوية واحط الشياطة بقى، وبراحتك بقى سيبيه يستوي على مهله. احنا مش مستعجلين. بجد بجد الطريقة دي تحفة، جربيها والله والله ما هتندمي. جربيها على قد إيه مقاديرك انتي، عايزة كوباية كوبايتين، عايزة مش عارفة على قد فرد فردين براحتك. هنا بقى ايه بعد ما استوى شلته على العين التانية اللي هناك، وقلت بقى ايه اعمل الصلصة عشان انجز كده. بصوا اعملوا الكشري بترتيب الحاجات زي ما انتوا عايزين. عايزين تعملوا تبداوا بالصلصه، عايزين تبداوا بالحمص، عايزين تبداوا باللي انتوا عايزينه ابداوا. بس انا بدات بالحمص عشان بياخد وقت كتير في التسويه. خلاص هبدا بقى ايه هنا هعمل الصلصه. حطيت شويه زيت على شويه توم كده اهو، كام فص توم كده. انا بعملها بتوم بس ما بعملهاش ببصل يا جماعه. بالتوم احلى بكتير من البصل اهو. زي ما انتوا شايفين كده بقى هحط بقى ايه الصلصه اللي انا عايزاها. عندك صلصة فريش براحتك، عايزة تحط لها معلقة صلصة معجون الصلصة جاهز برضو هتبقى حلوة جدا. او زي ما انتوا شايفين او بصوا حطيت لها ايه عشان تبقى حمرة كده وحلوة اهو. حطيت بقى شوية الكمون وشوية خل ما تكتريش عشان ما يبقاش طعمها مزز قوي زيادة عن اللزوم. كل ده يعني ايه انتي بالوايم كده بتشوفيه. وهحط بقى ايه ازود المية كده فيها على حسب المقدار اللي انتي عايزاه، واسيبها ايه بقى تاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما تتسبك والزيت يطلع لفوق. حطيت كمان الملح كمان كده. الحمد لله انا ظبطتها. ودي معلقه سكر صغيره خالص، معلقه شاي صغيره خالص عشان ايه بس الحموضه بس. وسيبيها بقى ايه تغلى على النار كده وتاخد وتدي مع نفسها اهو. زي ما انتوا شايفين كده كده بقى بعد ما ايه الصلصه خلصت. قلت بقى ايه اعمل الشطه. تمام اعمل الشطه فانا ما عنديش شطه ناشفه، فقلت هتصرف. قطعت قوطه كده طماطم كام واحده كده، وحطيت كام واحده فلفلايه كده عليها. خلوا بالكم الايام دي الفلفل نار يعني. فحطيت يا دوبك استكفيت بفلفلايه واحده، قطعتها كده وعملتها ايه زي السلطه كده. يعني ما دام انت ما عندكيش شطه ناشفه عادي ممكن تتصرفي. دي طعمها بتبقى حلو جدا، بتبقى عامله زي الدقه اللي بتتباع ايه مع الكشري بره كده، فاهمه، في اكياس. بتبقى حلوه قوي، هي تفتح النفس لوحدها اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى بعد ما طبق الكشري اتعمل استوى بقى وغرفته، والله يفتح النفس من غير اي حاجه. طعمه كده كان تحفه، وشكله يعني مش عايزه اقول لكم عامل ازاي. طبعا انتوا شايفين شكله، يا ريتكم كنت معايا لما دقته وكلناه بألف هنا ونشفة. وبرضو اللي يعمله بألف هنا وشفا على قلبه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. يلا بقى ايه جربي الطريقه دي والله هتدعيلي. طريقه جامده جدا وسهله وما بتعملش مواعين كتير، وفي نفس الوقت انت ايه بصي عملتي كل حاجه على اصولها.
ما تقوليليش بقى حلة الكشري اللي كله على بعضه ويطلع كشري منشف في الاخر. وهنا طبعا بوريكم ايه الحمص اللي انا عملته، كان تحفة برضو تحفة. احنا برضو بنحب ناكله كده لوحده، حلو قوي، وكان طعمه عامل زي الحمص بتاع بره. عارفين الحمص اللي انتوا بتاكلوه على الكورنيش كده، ويبقى الشوربة بتاعته حمرة كده وجميلة، هو ده اهو. يا رب بقى يكون ايه الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وطبقوه، ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا. واللي مش مشترك في القناة اشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.